حضرتك انا جربت كل حاجه ومفيش فايده، انتوا ما تعرفوش عيالي دول ملايكة. معظمنا بيبدا صح وعارفين المعلومه كويس وفعلا نفذناها، بس ليه مفيش نتيجه؟ السر في الاستمراريه، لاننا فعلا بنبدا نجرب معاهم صح لكن بنتوقع ان هم هيتغيروا من تاني يوم فبنيأس بسرعه، لان في الحقيقه كل حاجه بنعملها مع الولاد عامله زي عمليه الزراعه، مهمتنا فيها مش بتنتهي لما بنحط البذره في الارض، لكن مهمتنا هنا بتبدا، لان البذره دي علشان تكبر وتنمو محتاجين نرويها ونرعاها ونهتم بيها، ولو طلع حواليها اي حاجه غريبه محتاجين ننظفها، وده بياخد وقت ومجهود كبير، بس الاكيد ان في موسم معين هنشوف ثمر كتير. عشان كده تعالوا نحط قواعد وحدود واضحه مع بعض، ناخد وقت كفايه جدا ندربهم على الحاجات دي، نخلي رد فعلنا ثابت كل مره مش حسب المود، مش مره على نفس الموقف مره نزعق ومره نطنش ومره نبتسم كده ونعديها. وخليكي فاكره ان الحاجه اللي هندربهم عليها كويس المخ بعد شويه هيعملها بشكل تلقائي وبدون مجهود. ولو محتاجين طريقه التدريب على حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل لكم فيديو مخصوص للحاجات دي.